إذا زوجتك حامل وتريد الله سبحانه وتعالى يخلي لك هذا الحمل ولد، شو تسوي؟ يوم اللي تدخل بشهرها الرابع خليها على القبلة، واقرأ آية الكرسي، واضرب على جنبها على بطنها ضربة خفيفة، قول اللهم إني قد سميته محمدا، يعني انذر أنك تسميه محمد. تمام؟ والله سبحانه وتعالى رزقك بالولد الصالح إن شاء الله، بس أوفي بالاسم ولا بعدين تغيره ولا تنوي تغيره. زين، هسه أنا قلت هاي النتيجة الزبدة، أما الرواية كلها وتفاصيلها راح أقراها للتأكيد بس، أما الزبدة قلتها اللي هي من تدخل بشهرها الرابع تاخذها تخليها قبال القبلة، تقرأ آية الكرسي، أنت تقرأ آية الكرسي وتضرب على جنبها وش تقول اللهم إني قد سميته محمدا. خلصت. هسه نقرأ الرواية للتأكيد. وعنه عليه السلام، باعتبار أكو روايات سابقة عن الإمام الصادق عليه السلام، ولهذا شو يكتبون وعنه عليه السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل وأتى عليها 4 أشهر فليستقبل بها القبلة مثل ما قلنا، وليقرأ آية الكرسي، وليضرب على جنبها، وليقول اللهم إني قد سميته محمدا، فإن الله عز وجل يجعله غلاما، فإن وفى بالاسم كنت توفي بالاسم بارك الله له فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فأنت قدامك ذني الخطوات البسيطات جدا. شهرها الرابع إذا طبت به تخلي وجهها للقبلة، هذا 1. تقرأ آية الكرسي، هاي 2. تضرب على جنبها يعني على صفحته ضربة خفيفة، هاي 3. تقول اللهم إني قد سميته محمدا، هاي قد 4. الخامسة شنو؟ أنك توفي بالاسم. هذا 5 شروط بسيطات جدا، أو 5 تفاصيل أو 5 نقاط، لا تعتبرهم شروط. والله يرزقكم إن شاء الله بحق رضيع الحسين، الله يمن عليكم بالصحة والخير والعافية. الكلام جبناه من كتاب مكارم الأخلاق، الباب 8 في آداب النكاح، صفحة 163. ودمتم بخير وفي أمان الله.